السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله، ومكملين مع بعض في سلسلة تنبيهات وتوعيات وحاجات اساسية لازم تكون معاكي وانت طالعة العمرة علشان توفر معاكي وقت ومجهود، وطبعا اكيد ريالات. طبعا كلامي موجه لاخواتي وحبايبي اللي حابين يوفروا ولملموا كده تمن العمرة، يعني ربنا يعوض عليهم ان شاء الله ويخلف عليهم خلف بإذن الله تعالى. هيكون أجمل قرار خدتيه في حياتك، من أجمل الشعور اللي هتحسيها، وربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب، اللهم أمين. ويكتب لكم حج بيت الله الحرام عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم أمين. الناس اللي بتقولي أنا خايفة أكون استعجلت في أخدان القرار، عايزة أقولك إن هيكون، بصي هتندمي، أنت حقيقة هتندمي، بس هتندمي على كل دقيقة اترددتي فيها، على كل دقيقة جمعتي مبلغ وقلتي لا هأجل السنة دي أو خليها السنة الجاية، لأن ده قرار ما يتأجلش. هتقولي لي معايا أطفال، معايا أولاد، معايا مش عارفة إيه، اطلعي عمرة، اطلعي بسرعة. يعني بصي انفدي بجلدك كده من الحياة ومشاكل الحياة وضغوطات الحياة بعمرة، بجد هتحسي بالفرق لما ترجعي، وبالعكس ده انت هتشتاقي أكتر. فاحنا مكملين مع بعض في سلسلة التوعيات علشان اخواتي وحبايبي اللي طالعين ان شاء الله ما يرجعوش يقولوا يا ريتنا كنا خدنا الحاجات دي معانا، ويا ريتنا ايه. ما يعني زي ما بنسمع دلوقتي وزي ما اخواتي وحبايبي بيبعتوا لي، يا ريتنا كنا خدنا الحاجات الكتير اللي انت قلتي عليها يا ام روضه. فمبدئيا كده حطوا لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. طبعا اكتر الاسئله اللي بتجيلي الايام دي المقص هحطه فين؟ هحطه في الشنطه الكبيره ولا شنطه كتفي ولا الشنطه اللي هي هتكون في بطن الطياره؟ طب انا واخده معايا اللي هي المباخر والحاجات دي ازاز، طب انا هحطها فين؟ طب حتى لدرجه الاجهزه الكهربائيه، طب هينفع اطلع بيها الطياره من فوق؟ كل الحاجات دي كلها لازم تعرفيها كويس قبل ما توصلي المطار، علشان هياخدوا منك الحاجه كده اللي انت جايباها وتترمي في الباسكت قدامك، صدقيني قدامك. وترجعي تندمي وترجعي تزعلي. وحتى لو كانت حاجه بسيطه ولعبه بسيطه انت جايباها لطفل او جايباها هديه وهتتاخد من ايدك كده، يعني يعني بصي مفيش تردد ومفيش كلام حتى محايله ومفيش استثناء ومفيش اي شيء، وبتاخد الحاجه بتتاخد منك كده وبتترمي في الباسكت قدامك. فان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هتكلم معاكي على الممنوعات، ان الحاجات اللي هتاخديها في شنطه الطياره من فوق، وايه هي الحاجات المسموح ليكي ان انت تاخديها في شنطه الطياره من فوق، وايه هي الحاجات اللي عادي لو خدتيها في شنطة الطيارة الكبيرة، وايه الحاجات اللي لازم هتتشحن شحن تبع شركة شحن او تبع المطار، بس شحن دي بتدفعي لها مبلغ مالي علشان تتشحن في الطيارة تبع الشحن يعني. اول شيء معانا واول حاجة هتكلم فيها معاكم الحاجات المحظورة او الممنوع عليكي ان انت تاخديها في الطيارة من فوق. حاجات زي ايه؟ بسيطة كده وبالراحة. طبعا المقص من اوائل الحاجات اللي ما ينفعش تاخديها في الطيارة من فوق. مبدئيا كده خليها في دماغك كده ومعروفة. اي حاجة معدن وقابلة للاشتعال ممنوع ان انت تاخديها معاكي فوق او تصطحبيها معاكي في الطيارة من فوق، سواء كانت في شنطة كتفك او كانت في الشنطة اللي هي ال7 كيلو. زي ما قلتلك، المقص كان اولهم، القصافة. طب هاخد التليفون، طب هاخد الشاحن، الباور بانك، الحاجات دي كلها حاولي اشحني تليفونك، والحاجات دي هتكون في شنطة كتفك. انما المقص، القصافة، المباخر، الحاجات دي كلها، الازاز، المعدن، البرفانات، الادوية. طب انا مش هاخد ادويه معايا، لا خدي الادويه بتاعتك او جرعه يومك بس هي اللي هتكون معاكي في الطياره من فوق، زي مسكن، شريط، معرفش ايه، الادويه بتاعتك، ادويه السكر، ادويه الضغط، الحاجات اللي بتستخدميها جرعه اليوم. اما بقيت شنطه العلاج اللي انا بقولك عليها وبوصيكي وبقولك خدي ادويتك بزياده، دي هتكون مغلفاها كويس وحطها في الشنطه اللي هتكون في بطن الطياره. طيب دلوقتي برضو من ضمن الحاجات الممنوعه اي حاجه قابله للاشتعال. ما انا اكيد طبعا مش هاخد انبوبه او مش هاخد حاجه معايا فوق، بس ممكن تاخدي الحاجات اللي انت متخيله ان هي اللي هي اي حاجه فيها سبيرتو، البرفانات والشامبوهات، العبوات الكبيره، حتى ازاز الميه الكبيره ممنوع ان انت تطلع من فوق. سؤال جميل جالي وحد قال لي ينفع اخد علب البلح؟ عادي ينفع تاخدي علبه 2 3 براحتك، حطيها في الشنطه ال7 كيلو. عبوات البلح، الاكل والشرب، الحاجات دي ما بيقولوش عليها حاجه، بس طبعا تكوني مغلفاها كويس وابعدي عن ورق الالومنيا، لان ده بيخلي الجهاز بتاع التفتيش. طبعا انت مش لما بتحطي حاجتك كده الشنطه، عشان في ناس برضو مفكره ان انا كل ما اعدي على مثلا مكان تفتيش او حاجه هطلع الحاجه بتاعتي وافتح الشنط ولسه هقف على جنب اغلف فيها تاني واقفل فيها تاني، سواء شنطه كبيره او شنطه صغيره. عايزه اقولك الحاجات دي ما بتحصلش. هو انت اصلا هما بيشوفوا كل مكونات الشنطه
قدامهم على الجهاز كده قدامهم، فما تقلقيش من النقطة دي. انما بس الحاجات اللي هم بيفتشوها جامد ويفتحوا السوست بتاعتهم لما بيكونوا شايفين حاجة على الجهاز قدامهم شاكين فيها وشاكين في امرها، او الجهاز زمر ان في حاجة ممنوعة، دي بس اللي هتخلي بالك منها. طبعا حبايبي الاكل حاولي غلفيه، او وجبه اليوم اللي هتاخديها معاكي حاولي غلفيها باي شيء، بستريتش، باكل، بورق اللي هو الورق الزبده، اي حاجه غير ان انت، او لفيها في وسط الهدوم، حله مثلا او علبه او اي شيء، لفيها في وسط الهدوم في الشنطه اللي هتكون معاكي ال7 كيلو فوق. طب ايه الحاجات اللي احطها في بطن الطياره؟ قلت لحضرتك الحاجات الممنوعه فوق خديها معاكي في الشنطه الكبيره تحت، زي الادويه الكتير، زي لعب الاطفال، لعب الاطفال دي برضو ممنوعه فوق. المباخر والحاجات الاجهزه الكهربائيه والحاجات دي كلها دي بتتشحن، لو هتملي كرتونه كده بيغلفوها لك وبيشوفوا وزنها قد ايه ويقول لك هتتكلف كام وهتروح لك شحن. ما ينفعش ولا تحطيها في الشنطه فوق ولا تحطيها في الشنطه في بطن الطياره من تحت. طيب ماء زمزم، احنا خدنا ماء زمزم ازاي؟ طبعا هقول لحضرتك، احنا كنا طبعا واخدين اكل معانا كتير واخدين حاجات كتير معانا فخلصت هناك، واحنا راجعين كانت الشنط فاضيه، فملينا عبوات صغيره جدا 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 حطيتها في الشنطه من تحت وحطيت فوق منها الهدوم. طيب اقدر ابدل الشنطه ال7 كيلو اخليها ملابس بس؟ عادي، مفيش فيها مشكله خالص. انا عملت كده طبعا بعد ما صورت الفيديو وجينا عشان احسب الوزن بتاعنا، كان لنا وزن 23 كيلو الشنطه اللي هتكون في بطن الطياره، والشنطة اللي هتكون في الطيارة من فوق 7 كيلو. خدي بالك من وزن الشنطة لان كل شركة طيران ليها وزن مختلف. كنت طالعة مع اير كايرو كان ليها 23 كيلو، مصر للطيران ليها وزن، السعودية ليها وزن، فخدي بالك علشان ما انا اقولك 23 كيلو انت تتفاجئ ان انت ليكي وزن اكتر. فاسألي كويس جدا، لو طالعة مع شركة سياحة يعني اسألي قولي لهم وزن الشنطة هيكون كام كيلو، ده علشان ما اقولكيش وزن وانت يبقى ليكي وزن اكتر. طيب الحاجات اللي انا بعد ما صورت شنطة الملابس بتاعتي وكده وجينا بنحط الحاجات بتاعتنا، لان انا كنت واخدة حاجات كتير، رز ني ومكرونة وحاجات زي كده وبطاطس وقوطة وبصل وفلفل وخضار يعني اتسوقت وفاكهة. لقيت الشنطة بتاعتي اللي بتاعت الاكل الوزن معدي جامد. طب هنعمل ايه؟ رحت فضيت شنطة الكبيرة بتاعتي اللي هي 23 كيلو، طبعا قللت في الملابس وخدت فيها اللي هي ال7 كيلو، خدت فيها الملابس بتاعتي، اصبحت انا فضيت ال23 كيلو للاكل والحاجات اللي هنستخدمها هناك. طبعا السخان اللي هتاخديه معاكي هناك ده برضو بتلفيه كويس وبتغلفيه وبتحطيه في الشنطه الكبيره اللي هتكون في بطن الطياره اللي هي اللي هي ال23 كيلو، او مثلا في طيران تاني بيكون وزنه 43 كيلو، في طيران تاني وزنه 30 كيلو او 32 كيلو. فاسالي كويس جدا في النقطه دي. بس انا حبيت افيدك واقولك الحاجات الممنوعه. طبعا الالات الحاده زي السكينه والحاجات دي كلها ممنوع ان انت تاخديها من فوق، لان زي ما قلت قبل كده في فيديو معاكم ان احنا كنا واخدين، كنت بعمل سندوتشات واخده سكينه صغيره خالص حاجه كده لا تذكر وحطها في الكيسه في ايديا واحنا بنعدي وخلاص خلصنا العمره ومروحين وراجعين، وقف اخويا واتخضينا وبقينا نقول احنا معانا ايه وكده، واخدوا مننا السكينه طلعوها من الشنطه ورموها في الباسكت قدامك. قيسي بقى على كده برفانات هتكوني جايباها غاليه جدا جدا وماركات عالميه وحاجات انت فرحانه بيها، هيشوفوها معاكي في الشنطه اللي هتكون فوق في ال7 كيلو اللي طالعه الطياره من فوق، هياخدوها منك ويرموها في السله. لعب اطفال هتكوني فرحانه بيها لابنك او عيلك او حاجه، وياخدوها منك يرموها في السله. فقيسي بقى على كده الحاجات دي كلها اللي انا بقولها لك محظور عليكي ان انت تاخديها، او ممنوع ان انت تاخديها الطياره من فوق، فخدي بالك من الحاجات الصغيره دي. طب انا هعمل اكل مستوي هينفع اخده معايا فوق ولا اغلفه تحت؟ طب الحاجات المتجمده، الاكل المتجمد هاخده معايا في الطياره من فوق؟ عايزه اقول لحضرتك على حاجه عن تجربه، الاكل المستوي خديه معاكي الطياره من فوق. ليه بقى؟ لان في تكييف فوق هيحافظ لك شويه على الاكل، مش هتبقى الدنيا سخونيه قوي. فالاكل اللي بيكون مستوي اللي انت هتاكليه مثلا، ودايما انا بنصح الاخوات بكده، ان الاكل المستوي خديه معاكي فوق، او خدي وجبه اكل سواء رز بسمتي، طبيخ، محشي، اي حاجه انت بتحبيها عادي غلفيها كويس جدا، بس حطها كده في وسط فوطه او في وسط ملايه وحطيها في الشنطه وخديها معاكي في الطياره من فوق، مفيش فيها مشكله. انما الاكل المتجمد جمديه كويس جدا جدا جدا، يعني يغيب في التجميد 3 4 ايام في الفريزر، وبعد كده طلعي لي فيه بستريتش وبملايه كده او بفوطه او في وسط الهدوم، وروحي مغلفاه وحطاه في الشنطه الكبيره اللي في بطن الطياره. يعني بصي مش عايزه اوعدك ان شاء الله باذن الله ان انت هتوصلي بالسلامه، حتى لو رايحه على المدينه على طول، لان ده حصل معانا ما شاء الله تبارك الله، الاكل ما فكش وما جرالوش اي حاجه. فده خديه معاكي جمديه كويس، بس اهم شيء التجميد في البيت،
يعني مثلا ما تعمليش الاكل وتاني يوم تكوني مسافره، لا، سيبي الحاجه تاخد راحتها في التجميد، يوم 2 3 4 اسبوع. جمدي الحاجه كويس بتاعتك جدا، وتاكدي ان هي متجمده، ولفيها في كذا حاجه وهي متجمده في كذا شنطه كده او في رول، علشان الحاجه توصل معاكي بالسلامه وما تفسدش منك وخساره تترمي. والاخوات، ونصيحه بقدمها في كل الفيديوهات، الاخوات اللي هم هيكونوا في غرفه ثنائيه ثلاثيه رباعيه خماسيه، ما ياخدوش لحوم معاهم، لان الحاجه بتخسر وبتترمي فخساره. كل اللي هتاخديه هيبقى معاكي، كتري من المعلبات، من الجبن، ومن الحاجات التانية النواشف، انما لحوم وحاجات زي كده هتخسر معاكي، لان اعتبري ان مفيش تلاجة في الغرفة. في ناس بيقولوا هتروحوا تلاقوا كاتل وهتلاقوا سخانات، مش هتلاقوا حاجة. دي توعية مني ليكوا، واسألوا كويس جدا. واهم حاجة الناس اللي بتدور على شركة سياحة، اسألوا كويس جدا 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 قبل ما تطلعوا مع اي حد.